الاخ كمال، انت بالك عندك بروبليم ونتحداك هنايا قدام خوتي كاع، نجيك غير لكازا. سامي بلاتي يا كمال، بلاتي هادو راه شعلوا فينا العافيه ساخط الوالدين. وراه انا وياك بلاتي بجوج بينا ضربوا لنا وهي راه الشوكه. هادشي اللي هذا ملي كيهضر على السناغله، علاش كتلاح في حجر افريقيا؟ مؤسسي افريقيا بوليزاريو، هادوك غا هادوك هما اللي مؤسسي في افريقيا. السنغال لا. كيسحب لهم كنتعايروا بالسنغال، حنا كنتشرفوا ها مسلمين سنيين ماشي. السنغال راه تشرفك وتشرف اشرف من اشرف الاشراف اللي عندك نتايا. السنغال وراه لما هذا المسلمين. الا سمحتوا لي، الا سمحتوا لي، هذا السنغال راه حنا فخر بهذا، راه اعتراف باننا لا، هما نمتد كيهضروا على الى عبيد السنغال. البخاري. شوف هما ملي كيهضروا على السنغال كيهضروا على عبيد البخاري. عبيد البخاري شوف بعدا غير الاسم ديالهم مقرون بماذا؟ مقرون بكتاب البخاري، لانهم ادوا القسم على كتاب البخاري، لانهم كانوا يعظمون ويجللون ذلك الكتاب، وكانوا كونوا جيش اللي اعتمد عليه احمد المنصور. سرعان ما توفى احمد المنصور وما بقاش عندنا هذا الجيش، سالينا معاه، لان كان عندنا حتى جيش الودايه، وهما اللي كانوا تعداو على خناتها بنت بكار، وخناتها بنت بكار بدهائها هي اللي غتلتجئ لجيش الودايه، فوالا. وجيش الودايه هو اللي غيعاونها على التنقيه وعلى يعني باش تمهد الحفيد ديالها، لان ولدها كان غير متمكن. المولى عبد الله كان غير متمكن في الحكم، تمكنوا من يحيدوه النوبه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، داروه كما بغاو. المولى عبد الله كانوا كيحطوه في الحكم وقت اللي عجبهم يعاودوا يردوه. وهي كانت واحد الوقيته في الحج هي والحفيد ديالها المولى محمد الثالث، اللي غادي تجيب غادي ترجع عن عجاله الى المغرب. وفي هذيك الرجعه فين غترجع؟ تما فين غدير الاتفاقيه ديالها مع جيش الودايه، وتما فين غادي تبدا تغيظ لهادو اللي خارجين عن الخط من جيش البخاري. كانوا دوك الضباط الكبار ديال جيش البخاري، يعني بعد ما مات المنصور صافي ولاو بغاو يسيطروا وحيداتهم، وتمكن المولى محمد الثالث اللي كتهضر على السناغله. هضر على العهد ديال محمد الثالث باش تعرف اشنو كاين، والسناغله كيفاش ولاو من عامة الشعب اللي تحرر واللي ولا حرطاني ولا حرطاني. وانت واقيلا راك من الحراطنه اللي قلتيها، حتى الحراطنه راه ما بقاوش عندنا. الا بغيتو تعلموا التاريخ اجي وطلعوا هنا، اجي نوريك انا. نوريك الانكشاري. الانكشاري كان ممنوعا من الزواج، وكان بشرا مكبوت، وعندما أبيح له الزواج في الجزائر حصريا تزوج بالحجر والشجر قبل البشر. يعني راه ما عزلوش ما بين المرأة، ما بين الشيخ، ما بين الغلام، ما بين الشاب. خليونا ما نهضروش على هذه الحقبة، حشموا على اعراضكم. راه حنا كنحشموا، ما باش تجي تبين لي راه زواج بين مسلمه ومسلم. ما كاينش الاسلام في زواج الانكشاري في كاين الملحدين كاينين تما كانوا كلهم غير عبدة النار المجوس. اغلبيه جيش الانكشاري كان من المجوس، وكان محرم عليهم. اسمع يا كمال، حرم عليهم ركب اسمع كمال، هادي اسمع، هاد الجيش الانكشاري حرم عليه ركب الخيول والبغال، واجيز له ركب الى خن ما نكملوهاش. الجيش الانكشاري كان ما يركبش على الحمار والبغل والعود، حرام عليهم، حيث كان هناك جيش السباهي وجيش الانكشاري. الانكشاري مشى على رجليه وركبوا عليكم انتوما. يلا هذا الشيء اللي بغيتي الجواب على السناغله، يلا زيد كمل. وقيت اللي حط شي سؤال قوليها لي رانا صاي. اشنو الخبر كمال؟ المغرب بعد انعقاد البرلمان الاوروبي وزياره شنقريحه لماكرون وعطاه داك الطربوش، صيفط لهم الجاسوس المغرب كيف القلاس هذاك لا، هما سمعوا المغرب جاب القبه الحديديه، هو مشى جاب لهم القبعه الحديديه. هذه قال لهم هي الحديديه. قال لهم بحالها هي احنا جبنا القبعه الحديديه يا دين. خدنا لهم القبعه. قلت لك يا سيدي
قلت لك اسيدي المغرب قرر بانه غادي يطرد عملاء فرنسا وما يبقاش يتعامل معهم. شكون هما هادو؟ يس هما هوكيسان. مانيفيك. يعني خوا زالس ما بقات لا خوا لا قال صاحب الجلاله. ولكن هما ما كاينينش في المغرب، اش غيطرد فيهم؟ على كاينين زعما ما الجزائريين في كاينش المغرب. الشعب راه كاينين ما كاينش سفير ولا ما جزائري كاينين في المغرب. كاين. هو دابا غادي يطرد، قلت ما لك كنظنش غادي يتكا على، غادي يحبس المشاريع دوك اللي دايرين البزنس واقيلا، هما لا يقول لهم الله يعاوننا ويعاونكم. اسمع دابا تشوف، دابا اسمع الشريف تشوف شنو واقع، والجزائر من سببها وليها كمال عطينا المسكين. الجزائر ملي قال بانه طرد عملاء فرنسا وما يتعاملش معاهم، الجزائر بقوة النف السماء قالت بان المغرب يصدر الدبابات الى اوكرانيا. هاي دابا شوف، دابا هما قال له واش كتعرف العلم؟ قال له بدي كنعرف نزيد فيها مولاي. هاي على المغرب. قال له صار المغرب. قال له واش كتعرف العلم؟ قال له كنعرف نزيد فيه. علاش؟ دابا هما كيصنفوا، دابا شكون اللي مصنف راعيه للارهاب؟ روسيا ولا اوكرانيا؟ مؤتمر القيادي اللي دار علاش؟ مؤتمر القيادي اللي دار على حمايه اوكرانيا. دابا الجزائر تغرد في اتجاه اخر، حقها هي كتصنف اوكرانيا ارهابيه والمغرب كيدعم الارهاب. الغباء. لا راه كضرب الطبل ديال روسيا. روسيا. دار داك القبعه الحديديه زاد تكلخ في خطره هذا. راه تجمد ليه مخو مسكين، راه مساخط الوالدين دابا تكرفسوا على الزمر. لا حول ولا قوه. وراجل كبير مسكين يديروا عبو جهه العمر. دابا هذاك والله يدير كارثه. فيه الزهايمر هادو كان اخوان. وتيش من زمايمر راه ما في ما فيه الزمايمر ماشي الزهايمر. ما شتيش كيعنق هذاك القلاس ملي عطاوه ليه تقولي غا عطاوه بشكليط لدري صغير وكيضحكني فوق قد العبره. بحال دوك الدراري الصغار. زوين. قال له زوين. قال لي زوين. قال لي يلا دير التبون. قال له واخا. بحال هكا كيهضر مسكين وحق بحال هكا كيدوي. لا حول ولا قوه. شوف والله حنا المغاربه الا ما نصلحوش اخوتي. اسمع السيد مشى لفرنسا جيب لهم القبعه الحديديه وفرحان بها الشعب الجزائري. منين وصل جا يقول لنا ردينا يقول له التبون راك الناس ديال امك. يقول له التبون وقلنا لك القبه ماشي القبعه. هذه خاصها شي فلوق هذه. مشاكل. خاصنا نجيبوا الميصه ديال القبعه الحديديه ونجيبوا القبعه الحديديه ديالهم. لا الاخوان هذيك راه هي ميصه كمان. خصنا نبداو نتقرقبوا الاخوان باش يلا نطلعوا معاهم في اللايفات. والله لا سنمثل عليهم تقرقيب ما تخافش. نشري الماحيه ونقرقبوا وعاد نطلع معاهم باش يلا نتفاهم معاهم. ما يمكنش تطلع بعقلك اصاحبي. انا دابا هاد الجزائريين مساكن شنو وقع لهم؟ راه ما كيفسروش اخوتي، راه والله ما كيفهموا. سيد جايب لهم سلاح دفاعي، منظومه دفاعيه. دابا ديك كاسكر هذا ضد الرصاص. دابا داك بقاو عليه الراس بلي في البلوط. والله ما دخلش شي واحد. احنا اللي جبنا ديك مضادات الصواريخ وما جابوا مضاد الرصاص. لا راه جابوا لي باش يوقفوا ليه ذاك المخ بمره. دابا صافي جمكو دين مو دابا كارثه والله. دابا ملي كيقول تبون القفطان والزليج مغربي، انا كنشوف هاد اليدين هكا وكنقول هادو اللي كيصنعوه، يعني كنبقى نضحك. ولكن البياج هما اللي تحسوا فيه. علاش؟ حيت بقيتو تابعين للقفطان ودي كيتبوا كاع مهابيله صاحبي. ها البياج اللي انتم اللي راكم في البياج. شوف الشعب الدوله النظام دار لكم هاد الكذبه باش تنساو الطابور وتنساو الازمات اللي عندكم وتجي تقول لنا في البياج. النظام الطابور هذه انا ما على باليش بهم. جو في با اون الجيري هذه ديرها في راسك مليح. انا مهاجر كيما مهاجرين بزاف تاع المطاريف. كمال وياسير يهضروا وكارمين دايره القفطان وجاي تقول لنا بزعما راه ديالكم. دابا انت جاي من نو دوك نتايا tu sautes de coq à l'âne. تقفز من الحمار الى الذيك. ما راكش عارف رانا الاخت راها تهضر
راه على بالها واش راه تقول وراني ريبونديها على قد واش راه تقول. انت يا راك داير ما فيها لو بروفيسور. اسمع انا لما كنقفز من حمار الى الديب، لما كنقفز من حمار الديك لو كوك وانت الحمار كليتيه، انا راكب عليه ونقفز منه، ولكن انت راك كليتيه ما خليتي لا حمار. والله ما نطيح لك في البياج، انا ما سبك ما شتمك، انا واعي. كنهضر الاخ ياسر، انا والله ما الاخ ياسر وانت كتقول نو هذه كطيح بالعباد، علاش انت انا خلق الحمار. نقول لك وين كليت راه الحمار الا كليتو في كازا في المغرب. انا لا كليتو اصحاب الشوايه. دابا انت اسمع والله كلشي سير كازا كورة كليتي اللحم وتقتل بالنار اللحم وتعرف راسك. نو سادي خويا الله يسترك. اتق الله في نفسك، اتق الله كمال اتق الله، هذه اللي نقول لك، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. سؤال واحد بس اخي ياسر، سؤال انت دابا صاحبي طالع عرفتي شنو بواحد الطريقه كتهضر بها، طريقه كانك كتعطينا الدروس حنا في داكشي، حنا داكشي كامل عارفينه، لكن حنا كنهضروا مع الناس اللي تيقولوا هادشي ديالكم نتوما. راه نتوما واحد نطابق عليكم واحد المثل الاخ الكريم، هو تيقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، نتوما فاقد الشيء يسرقوه، ما بقاش عندكم فاقد الشيء لا يعطيه، نتوما وليتوا فاقد الشيء يسرقوه. ما تهضرش عليك انت، لانك انت قلتي واحد الكلمه ديال ان القفطان المغربي غيبقى وغادي والزليج وكذا وكذا، لكن بطبيعه الحال نتوما. واسمع لي نكمل لك انا الله يسترك خويا. تفضل. الناس ديالكم يعني اللي هما على هرم السلطه كما كنقولوا حنا بمعنى الكلمه، ان الناس اللي كيحكموا الجزائر والناس اللي مبردعين، اسمح لي على هذه الكلمه غنقولها، اللي مبردعين. ما كاينش مشكل خويا، تفضل. هادشي اللي كيقولوا بانها ديال حنا ديالنا لان التاريخ والتراث كتقول بان هادشي كله مغربي، لان بحكم القرون اللي عند المملكه المغربيه ماشي هي 62 سنه ولا 60 سنه. واش فهمتني اش بغيت نقول لك؟ انا الناس اللي كانوا راني معاك، انا بالي معايا، بالي غير حنا كنهضروا على كنهضروا الناس ماشي معاك انت بانك كتقول بانك تعترف بان المغرب عنده القفطان وعنده، لكن الناس يا اخي انا نجي للمغرب، انا عندي صحابي في المغرب ما شاء الله، ناس مؤدبه مخلقه ما شاء الله، كي ندخل للمغرب يديروني فوق راسهم، حشومه عليا نقول عيب كلمه طايحه. لا فهمني اش قلت لك انا، حنا ما كنهضروش عليك انت دابا الان كتطلع وكتعترف بالمغاربه وكتعترف بكل شيء، حنا كنهضروا مع دوك الناس اللي هما يا اما مغيبين يا اما يعني داكشي واش كيديروه يعني عن صدق او لا غير تيسمعوا ولا فهمتني كيف انا باش نقول الاخ ياسر صراحه هذا الاخ كيبان محترم، هي التصويره كتبان مبرهش. والله اختي بارك الله فيك، سمحي لي هذه دوك نغيرها، نعطيك ما بارول، شوفي نعطيك هضره دوك نغيرها، بصح سمحي لي نقول لك حاجه. هذا سمعي هذا مني قال لك الديكتاتوريه كاينه في شمال افريقيا، قلت له لا المغرب ما كايناش. شنو قال لك انا ما نقولكش المغرب، انا كنقول لك المغرب الاقصى، وهذا راه لصقها لك في بلاصتك في منطقتك بالضبط، يعني حيد الاخرين ولا حشالك. اسمح لنا استاذ، انت درك شغل انت هو المارق، انت هو الاستاذ، انت بروفيسور، خلي ياسر يهضر عليك، نيفو عليك ياسر، نيفو عليك، خليه يهضر. الاخ ياسر عندي لك واحد دابا انت ماشي المستوى ديال انك فضلك يا اخي، اسمع من فضلك يا اخي، المستوى ديال انك تحدد من الافضل. علاش؟ لانك فاقد الشيء، انت جاهل. دابا مثلا كيجي واحد الجاهل يقول لك هذا حديث ضعيف، يعني هو كذب واحد العالم اللي قرا حياته كلها في العلم، جا واحد كلوشار كيقول لك حديث ضعيف ما ناخذوش به. يعني انتم تشهدون بانه يشتم، انا كلوشار جاهل والله ما نطيحلكش، ما نطيحش في النيفو تاعك، على هذاك ما نطيحش في النيفو تاعك. الاخ ياسر من فضلك والاخت الكريمه، من فضلكم اخواني، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير. اسمح لي انت انسان معقد من هذا الناحيه اخي الكريم. تفضل اخي، تفضل. هاد الزابور اللي كتقرا علينا دابا حنايا، واش كتدخل لايفات ديال الجزائريين وكتقول لهم هادشي هذا؟ بلاتي نعم، ما يبقاش يسبوا المغاربه، نعم، يبقاش يسبوا المالي. نعم، بانني زرت المغرب واعرف اهل المغرب واكن لهم كل الاحترام. شوف لي يا خويا هاد اللايف ولاد بلادك هاد الايام خارجين بهاد اللايف. نقول لكم حاجه، نولي خاين ونولي ما نسواش ونولي شكام المخزن ونولي الى اخره، ومالغري هكذا جو طون با دون لو بياج، ما طيحش في البياج تاعك. نقول لك عاد تقول كلمه حق في المغرب، عيقول لك انت عامل المخزن وكتاخذ الفلوس وانت يرحم والديك. انا ما يمثلني ني تبون ني غيره، باه نكونوا واضحين. هاد السيناريوهات كلشي كنعرفوهم حنا المغاربه. انت الجزائريين حنا حافظينكم كثر، اقسم لك يمينا
حنا المغاربه حافظين الجزائريين كثار من الجزائريين حافظين راسهم بعضياتهم. اسمع الثقافه. شوف الصنع التقليدي شنو كيدير. راك عطيك دابا مباشره. شوف غير باش ما يقولوش بان داك الشيء راه ديالكم نتوما وكذا. اسمع لي شوف لا بالنا بها هذا خويا، غير باش تعرف غير باش لا بالي خويا، لا بالي. شوف الله يستر. كان نقول لك واحد القضيه. ياسير خليو ياسير يقول كلمه اخوان. يلا تفضل. انا راه ما قال لي والو، قال لك بغا يسولني شي سؤال انا كنتسنى. نو انا نقول لكم حاجه. شفت الاخ ياسر باسكو جو سوي من الناس اللي تتبع هذا الانسان هذا واحترمه، هذا الانسان هذا واحترم رايه الخاص، فلهذا صعدت معكم هنايا باش نقول الكلمه واش اسمها مون بوين دو فيو كما نقول انا. هذا الوجه الزين هذا الوجه هذا كما يقولوا خوتي المغاربه، هذا الوجه الزين اللي طلعت بغيت نهضر معكم هاد لي دو مو هادو. لو غاست ما نعرفكمش خوتي، ماشي شغل نقص منكم ولا من قدركم ولا من الاحترام لكم، وكل الاحترام لكل نفس خلقها الله. وانا ما عنديش فرق بي، والله ما عندي فرق. لو كان عندي فرق ما نروحش المغرب ديجا ما نروحش كاع المغرب ما نروحلاش. ما عنديش فرق، انا نحب كلش خوتي باسكو غدوه كاين الموت ما راحش يدفنوني مع نجي نقول لهم نو انا راني شنقريحي ولا راه عندي القوه العظمى ولا ما عنديش، ما عندي ولا ما عنديش. والله العظيم سوف تسالون كل هو انا ركبته. السؤال اللي كنمشي المغرب كي جاك المغرب وكي جاك الجزائر الله يحفظك قول الصراحه. خويا الجزائر بلادي، الجزائر بلادي. لا قول كلمه الحق. لا حنا كلمه الحق. حنا في اوروبا كنعيشوا في اوروبا كنقول اوروبا راه مزدهره وبخير. بيان سور الاخوان هو قال لك عايش في اوروبا، كون كان كيتعجبوا الجزائر كون كيمشي للجزائر في الصيف، هو كيهبط للمغرب ومنهم. شكرا صغري عندك الحق. صغري المهم انا كاش تفضل قول لي. شوف قول حيت عندنا الاخوان واحد الكلمه يقولوها الاخوان سمعتها في المغرب بزاف، يقول لك وسخ بلادي ولا اسل البلدان ولا ما عرف كيما هكذا. واحد المثل واحد المثل كان عجبني بزاف. صغري بلادي ولا اسل بلاد الناس. يرحم والديك. انا كي ندخل المغرب والله خوتي لا نحشم هكذا، ودي فوا كيما قلت لكم هكذا دي لايف هكذا وين يوقع السب في بعضنا البعض. كي جاتكم اليوم في واحد المسجد في الضاحيه الباريزيه فيه قران بكولور غوز وفيه الالوان الطيف نتاع المثليين. شوفوا يا خوتي وين العقيده تاعنا، وين كتابنا كتاب رب العالمين سبحانه. شوفوا راهم يضربونا احنا لاهين، لا قال كذا لا قال منا لا قال هذا. يا خوتي العزاز انتم اصحاب العقل ما تطيحوش في البياج نتاع واحد الناس ما عندهم والو في راسهم. هذه اللي كنقولها لكم ونقولها وقلتها في المغرب ونقولها في الجيري ونقولها وربي يشهد عليا. غدوه نموت ما كانش واحد يروح معايا القبر نروح وحدي. نعم يا ولكن بلاتي دابا ملي كيطلع نظام المكتبه خي ياسر هذه راه كاينه وحده عندهم في وهران المكتبه العامه للمثليين راه فيها القران بالالوان. راه حنا شفنا هادشي في الفيديوهات في قلب الجزائر. يا ودي خليه في دارو ويمشي يقول لك راه الاخر. اسمع خويا اسمع انا شوف بعدا بدا براسك. شوف هضر على الجزائر. شوف ايوا قلعتها لي من فمي. انت واحد من دوك الناس انتايا سوف تبعث مع من احب. راك فاهم؟ سبحان الله الواحد من يكون راسو حابس ما عندوش باش يرد عليك. ماشي في المكتبه راني نقول لك في بيت الله في صلاه الجمعه يا عبد ربي الظالم نفسه. صلاة الجمعة في المسجد كيجيبوهم ناس كيحطوهم بحال زعما كيديروا الخير بانهم هادو مصاحف لوجه الله في المسجد لمن اراد ان يقرا فيهم. انتايا تجي درك تقول لي مكتبه في بلادك تمنى في ملهاه. الاخ كمال انت بالك عندك بروبليم ونتحداك هنايا قدام خوتي كاع نجيك غير لكازا وريني وجهك ونهضر معاك لايف هكذا فاس وندير انا وياك لايف واتوا برهانكم ان كنتم صادقين. كامل راه كيتفتح. افتح الكاميرا وري وجهك. الاغلبيه نو مانيش فتح الكاميرا نجيك للدار البيضاء ما رانيش الكاميرا. كون راجل ما ولينا في كون راجل درك فتح الكاميرا. كون راجل فتح الكاميرا. قلتي تحداك ما نفتحش الكاميرا. جو نو سوي با. شوف يا راني في الحمام كنت غادي ندوش باغي نوريك صوالح حتى قله فين ما تقتنيش. نعطيك المرسي باش عيط. كمال بلاتي كتهضر معنا في الحمام ومقلز لينا جيت تحشي لنا الهضره ولا شنو؟
علاش نحشي لك الهضره؟ ها باش تيقاني في غوجك شا باغي تشوف وجهي راني عريان راني اون شورت مالك ها الشيطان صاحبي انت كيبغى فيك غير هكا بين غير كنت غادي ندوش وقلت نعطي 5 مينوت خوتي نهضر معاهم والسلام ورحمه الله نوريك وجهك باغي تشوف فيها يا نجيك لايف الكازا نجيك لايف هكذا والسلام ورحمه الله قدام تو المو بعدا نعرفوا مع من كنهضروا شو كنا نهضروا في حاجه بالعقل انت راك جاي درك تدير لنا الخزعبيلات نتاعك زعما عنصر نجيك الكازا كنا نخافوا من الدجاج نجيك تشوفني لايف هضر معايا لايف انا كي ندخل شرطه الحدود نقسم لك بالله الا قالوا لي شوف واحد يسمعك لو مينيموم ولا يقول لك حاجه اقرب مركز شرطه اروح له يتكلفوا بالمواطن المغربي اللي غادي وانا اكن لهم كل الاحترام لهم مني كل الاحترام واش كيم داير هزني فوق راسهم بارك الله فيهم فوقاش تجي الكار راني عاد كي دخلت ورحنا نبريباري وانا واحد صاحبي ان شاء الله باغي نديرو بروجي هذا هو الفرق اللي انت بوحدك كدور قلتي بان الشرطه المغربيه كتكلف بالزوار ديال المغرب بارك الله فيهم استقبال غير صبري بيان سور انا في الجزائر والله وجيت للجزائر حتى يقطعوني شتي الديمقراطيه في كاينه نو سبق لك مشيت واش الفرق بين النظام والنظام سبق لك مشيت دخلوا الصحفيين ما خلاوش الطياره اللعابه يجيو خلينا من هذوك راني نهضر عليك انت يا خويا تجي عندي انا مرحبا بك انا نمشي ولا وياك اروح مرحبا بك انا نقسم لك بالله انا نديك معايا والله غير ديتك معايا مرحبا بك على حسابي كلشي سمع نقسم لك بالله يسديني لعند عمي سبون خلينا منهم يا صاحبي يا خويا خلينا منهم يا خرجنا بلو دو 20 مليون دالجيريان يقول ما خصناش من هذا النظام قلنا لهم طعام مالح بدلوا لنا المغارف ممكن تعقيب على الكلام ديالكم ممكن تعقيب الا سمحتوا لي نقول على جوج كلمات ونمشي في حالي انايا كارمن اوكي على كارمن انا قبيله كنطلع السلام عليكم جميعا كلكم السلام عليكم طلع قبيله وعليكم السلام ورحمه الله كمال وياسير انا بغيت ندوي معكم ماشي على المسائل ديال القفطان وداك الشيء لان كمال قال قبيله على الدبابات لان كيروجوا دابا الكابرانات كيروجوا بان المغرب رسل الدبابات لاوكرانيا هذوك الدبابات رسل من المغرب للصيانه في تشيكوسلوفاكيا وهذوك الامريكان هي اللي رسلتهم لاوكرانيا ماشي المغرب لا دخل ليه المغرب عاود الترسانه ديالو كامله السلاحيه ديال الدبابات جاو دبابات جداد من الميريكان ودوك القدام صيفطوهم للتشيك ميريكان هما اللي عاودوا الصيانه ديالهم وعطاوهم ميريكان لاوكرانيا المغرب لا دخل له في داك الشيء غيروجوا اليوم علاش غنشرحوا لهم انا ما فهمتش علاش انا بغيت نقول لك غيبقى يروجوا دابا غيبقى يروجوا حتى الصباح الا عندهم شي حاجه كيف ما قالوا شحال هذه باننا ضربنا الحافلات راه ما قدروا يخرجوا حتى وثيقه يحطوها هذه غير معلومه كيهضروا العام كامل وما كيهضروا غير معلومه شوف اما الدول كتهضر بالوثائق جبد الوثائق جبد لنا دلائل بان المغرب عنده قاعده اسرائيليه وبانه كيصيفط الدبابات ولينا حنايا امريكان هادشي كله شوف شي نقريحه مادام وصلت لعند ماكرون في هاد الايامات والا الخوف قاتلهم وانا عاودك علاش غنقول لك والا ما يمشيش يستنجد بماكرون يجي وانا غنقول لك علاش مشى عاوتاني علاش مشى عند ماكرون فهمتيني ولا ربما ما عرف واش سمعتوا ولا ما سمعتوش في 20 جونفي في هذا الشهر هذا كان ماكرون جمع الجنرالات كاملين ديال فرنسا وقال لهم نعاودوا الهيكله ديال الجيش الفرنسي كامل نعاودوه وهذا يخص 400 مليار ميزانيه وي سمعتي وي من 2024 يبداو فيه حتى 2030 وخاصه 400 مليار اورو خاصه يعني انه منين غيجيب هاد 400 مليار ما عجباش من الضرائب ولا من هذا يعني ان عجبها من غير الغاز عجبها من الجزائر راه بدا معاهم الشنقري علاش مشى راه اتفاقيات بعد اتفاقيه ما اتفاقيه وما عرفتش شنو شوف وراه جابها راه باع ليهم شي الصفقه اللي مشى دارها شنقريحه مع ماكرون راه بانه باع ليه كاع هذيك حيت روسيا ما بقاتش كتعطي الجزائر الله يسر عليك فوالا خليوني نكمل لكم مع روسيا مع هذا الشيء اللي وقع بان قطعت الغاز على اوروبا وبان الجزائر بدات كتعطيه لاوروبا وحنا شفنا ايطاليا فرنسا كاع الدول جايه حف على الجزائر وكون كان عمي تبون زعما في هذه الحقبه هذه وعارف بان الغاز الناس كيتلاهتوا عليه يقدر يدير شي مشاريع قيمه
ولكن هو كيعطي الغاز مقابل الصحراء. هذا هو الغلط اللي كيدير. المهم حنا ما سوقناش فيهم داك الشيء داخلي. لا انا هي الفكره هذه فرنسا الفكره. كيفاش غتجمع دوك الفلوس اللي هضرتي على الميزانيه ديال 400 مليار اللي غتحط للجيش الفرنسي باش جابوها بالسلاح، والسلاح لما تباع كاع داك الشيء القديم اللي عند فرنسا باعتوه للجزائر بديك الصفقه اللي دارها. الله يسر عليك اللي دارها راه دار لهم واحد ماكو، دار لهم واحد اللعبه، واحد الدوخه كيديرها لهم دوخوا، فهمتيني؟ لا هادشي حنا عارفينه اخويا العزيز. ايوا المهم على اي هذا هو الكلمات ديالي بغيت نقول. السلام عليكم ومع السلامه. نحكي لكم القصه تاع الاخ ياسر. نو ما والله ما طيحيليش بخوتي، حشومه عليك. انا واحد انا يعني انا غير ديتك الاخ ياسر الموسوعه نشرحوها. النقطه الثانيه انا قلت واحد سؤال فقط. نقول لك النقطه الثانيه اللي باغا اذا كان ممكن غير تشد المايك حتى نقول الفكره ديالي. اوكي شكرا. النقطه الثانيه اخ اللي باغي نقول لك هي انت طرحتي ما تديوهاش فيهم داكشي كله هو سلوى. ما سمعنا النقطه الاولى ما سمعناش حيت دزتي ديريكت النقطه الثانيه. النقطه الاولى هو تعليقي على الصوره، لان الصوره كتمثل يعني اكثر من اللي هو شايفه. يعني انا ما عجبتنيش الصوره لانها كتمثل اكثر من اللي هو شايفه. انني ندير على وجهي. نوعدكم انني دوك نقلعها يا با بروبليم. نوعدكم وعد. ووعد المؤمن حق عليه ودين عليه. ما كانش مشكل. شكرا اخي. الاخ ياسر سؤال بالنسبه ما جات الهضره على هاد دقيقه. اول حاجه صايفتي ما تضربيش صاحبي ما تضربيش. لا دقيقه الله يحفظك. لا حيت كتغوت بزاف والغوات ديالك راه غيهبط اللايف. هضر غير بلاتي وبعد على الميكرو. تحياتي اختي كارمين، تحيه للاخوه والاخوات اللي معنا كاملين في اللايف. انا عندي واحد السؤال بسيط وغادي نهبط نخلي المكان ديالي. ممكن الاخت نكمل غير النقاط ديالي ومن بعد داكشي تفضلي. حيت شتو خدا الكلمه وكان يغوت. ما تغوتش بوسبع اللي راك معنا حيت اللايف غيهبط. اوكي ميرسي بوكو. احترمي نفسك الاخت. شكرا. تفضلي اختي. الحاجه الثانيه اللي بغيت نقول هو طار النقطه. اوكي طارت النقطه ديال انه قال بان لا راه ما تهضروش داكشي باين مغربي ما تردوش عليهم، ما تطلعوش تردوا عليهم. لا من واجبنا نردوا. علاش؟ لان راه الكذبه فاش الواحد تيبدا يعاودها حنا في السوشيال ميديا الدنيا مفتوحه، وبكثر ما غيعاودوها غتولي الكذبه غتصدق. وفعلا هي بدات تتصدق بحكم ان حنا في الغربه كنسمعوا هو فعلا ديالهم ولا ديالكم. الناس بداو تيسولوا، الناس بداو تيطرحوا السؤال. من بعد السؤال الا خليناهم كيزنوا اكثر غيبدا المشكله انها لا غير الناس غيبداو يصدقوا الكذبه اللي غيبداو يقولوها، لان المساله تعدات غير سلوى هادشي ما كاينش. العالم كامل كيعرف ورده الجزائريه اللي ماتت الله يرحمها وعندها فيديوهات موثقه بان القفطان اول مره لبساته في المغرب. عندك ام كلثوم اللي عندها فيديوهات موثقه، حتى واحد ما كيسول. العالم كامل عارف القفطان مغربي. ايوه انا عارفه بانه اختي عارفينه، غير يعني حنا كنتعاملوا مع جينيراسيون مختلفه، ولكن الحاجه فاش تقال بزاف فاذا حنا لازم نردوا عليها. حنا لازم نوقفوهم عند حدهم. لازم يعني السكوت كي كيقولوا السكوت علامه الرضا. فاحنا لازم نهضروا وندافعوا على لان ما بقاتش المساله غير القطان ولا بقات المساله حتى صور ديال كورنيش تاع توهران يعني تعدات وصلت للتراب. يعني ما وصلتش غير التراث، وصلت حتى للتراب نفسه. النقطه الثانيه اللي كيقول كثير خليني عافاك نكمل. النقطه الثانيه كاين شي ناس اللي كيقولوا كثير بان هذوك ذباب الكتروني ما تردوش عليه، هذاك ذباب الكتروني ما تردوش عليه. لا خصنا نعرفوا بان ذاك الذباب الالكتروني، والمثال هو كمصر، لان مصر انا بحكم انني ساكنه في مصر بسبب الذباب الالكتروني الثوره قاموا بها شباب
ومشات بعد داكشي بسبب الذباب الالكتروني للاخوان، ومن بعد داكشي طغى عليها الجيش وخداها مره ثانيه. فالذباب الالكتروني لا عنده تاثير كبير ولازم يتهاجم بنفس الطريقه وبنفس القوه باش يعرف الواحد انه يوقفوا عند حده. شكرا. شكرا على المداخله ديالك. شكرا الكلمه كانت واضحه الوقت، وانما نورمالمون كما قالوا بعد الميكرو راه بعيد عليا، راه بعيد نقصي من عندك شويه. لا انت تكلم بالشويه الله يبغى يطيح. يجب توثيق هاد المسائل هذو، يجب التوثيق تاعهم، يعني تكون كما تقول ماركه مسجله. هذا ما كان ما حاجه دوك باش دير الزليج ولا دير حاجه امبوسيبل. يليق خدامه اللي هما صناع مغاربه اللي في يدهم ديك الحرفه، ما الانسان يكبر بها. البارح كنت نسمع في هذا اللايف مع الاخ ياسر، واحد الشخص في عمره 60 سنه الله يبارك الى باريس، واحد اخر كان معاه من مدينه فاس، الى كومونسي الخدمه à l'âge de 12 ans ما شاء الله. L'âge de 12 ans, il est du temps hein, pour pouvoir faire ça. ما غاديش نجم ما تجي وتنقص هكذا ولا تعلمها في سما كما تقول على غاش ولا امبوسيبل. دونك سي شي حاجه اللي موثقه وباينه، ما كان لا الواحد يطيح في لو بياج والله خوتي نقول لكم حاجه، طومبي با دون بياج وربي يسهل. غير باش نعطي السؤال ديالي ونهبط، انا كنت باغيه نسولك يعني تبارك الله عليك بالرغم هاد الصوره اللي راك داعي، يعني باش ما نبقاوش نثقوا بزاف في المظاهر. شوفي بروميس نكمل نهبط ونهبط ماشي سوقين فيك، راه جايه معك كتمثل على الاخر. بوصبع اللي دايما كنسمعوا عليه دابا راه طالع معنا شخصيا. انا اللي بغيت نسولك انه يعني كي غنقول لك يعني تبان لي في العقل ديالك شويه يعني تقف اش من بياج تماني. راني نهضر معك ما تقاطعش. سد الميكرو بوصبع بورجل السلام عليكم. عافاكم تحياتي الخوت كاملين، كتعرفوني كنعرفكم مولينا تعرفوا. دابا عندي واحد الرساله للسيد اللي كان طالع داك بوصبع، غنقول له واحد الكلمه. غنقول لك السي اللي تجي انت لكازا، حنا عندنا واحد المثله في المغرب كنقولوا الضيف ما يتشرط ومول الدار ما يفرط. حنا نهزو بك الا كنتي قالوا لك في الحدود اجي هز كامل، اجي شكيم كامل، شتي ضفرد كامل، والله ولدي ما يكفينا معاه. اش غنقول لك الهضره قال لك ما تشري الخضره. هادو امثال مغربيه وكامل انا كنقولها لك كاميرا مغربيه حره. خويا هذاك الضفر ديالو راه ما نحملوش ليه يقيسهم، غير كامل كولاير اي واحد. حنا تحت رايه مغربيه وكنقولوا الله الوطن الملك. هذه رساله لك ابو صبع اللي طالع ترقدنا شويه وتحشي واحد طبطب عليه وواحد ضربه. هذاك راه خونا كي خونا ياسير على راسنا وعينينا، وحنا النوع يا المغاربه بغيت نقول لكم وطاو على الزبيبه طلع معكم حلاوتها. حنا راه كنفهموا اش كيقول ياسر، بقاو تفهموا، ركزوا معاه، ركزوا مع كارمين كمال كيخرجها على المباشر. هذه وحده. خويا ياسر البارح فاش هضرت معاك وهضرت على قلت لك انا ولاد خالتي وهذه، تخيل ان اتصلت بهم عمتهم، تخيل اتصلت بهم عمتهم من الجزائر وقالت لهم القفطان كان عندنا في المغرب. قلت لها فاش كانت مضروبه تحت الحمايه التابعه للمغرب. تخيل اليوم كان عندي نقاش وكان عندي مشكل، راه مشكل بنادم كي قالت السيده قبيله كيكذب وكيتيق. القفطان مغربي غنبقاو نقولوها من هنا ل 3200. وكي قالها كنتحداوهم يديروا لنا فيديو شي يدير الناس يديروا لنا غير العقاد، غير المراه في الدار كتصوب عقيدات. واخا كي قالها ياسير لبسوا كي بغيتوا بالصحه والراحه، ولكن اقسم بالله لا عقل لا جلسه اللي غتعرفوا لها ولا تقريصه اللي غتعرفوا شنو هي المعنى ديال حرايفي، ولا جلس وصوب الصنيعه على حقها وطريقها وشرب عليها كويس داتاي. وسمحوا لي اخوتي طلعت شويه سخونه. ربي يحفظك عبدي العزيز، ربي يحفظك. تحياتي لكم كاملين. تحياتي.